ايه هو السيرك او الكات كام؟ سمعنا الفترة الأخيرة عن تركيبات بتتعمل في وقت قياسي جدا وممكن تتسلم في نفس الزيارة. طب ايه انواع التركيبات بتاعت الكات كام اللي هي ساعدتنا نعمل الكلام ده؟ تابعوا معانا وهنشوف الموضوع ده بالتفصيل. ببساطة كده جهاز الكات كام أو السيرك هو أحدث جهاز قدرنا من خلاله نعمل التركيبات الثابتة في وقت قياسي جدا وبدقة عالية جدا. الفكرة ببساطة احنا عندنا 3 بارتس. أول جزء هو الجهاز بتاع الميلينج ماشين نفسه، وهو اللي بيبتدي يخرط حاجة اسمها البلوكس أو الديسك ويتعمل منها التركيبة بتاعتنا من المادة اللي احنا عايزينها. تاني جزء هو الكاميرا ثلاثية الأبعاد اللي احنا بنقدر ناخد عن طريقها المقاس وما نلجأش للعجينة أو الطرق التقليدية اللي احنا بناخد بيها المقاس. تالت جزء هو الكمبيوتر او الديزاين بتاع السوفت وير اللي بنعمله، وبنقدر من خلاله نحصل على تركيبه يعني عاليه جدا في الدقه، لانها قدرت يعني تخلينا نخلص من 3 مشاكل كانت بتقابلنا. اول حاجه ان احنا قدرنا نخلص من المشكله بتاعه المارجنز، ان التركيبه ممكن تكون مش مقفله كويس على الضرس نفسه اللي مبرود، او الكونتاكس الجناب بتاعه الضرس مش قافله كويس مع السنان اللي جنبها او الضروس اللي جنبها، وبالتالي بتحشر اكل، ودي كانت مشكله كبيره جدا بتواجهنا. ثالث جزء هو التطبيع بتاع السنه دي مع الضرس او السن المقابل ليها فوق، وبالتالي قدرنا نظبط كل الكلام ده بحيث تطلع دقيقه وماشيه كويس مع الفك بتاع المريض. طب ايه اشهر انواع تركيبات الكات كام اللي احنا بنستعملها؟ طبعا بجانب الانواع اللي احنا معتادين على سماعها الايماكس او الزيركونيوم، في انواع جديده قدرنا من خلالها نوفر تركيبات هي اكثر ليونه مع الاسنان نفسها، وفي نفس الوقت بتوفر صلابه عاليه جدا. زي حاجه مثلا احنا يعني مشهوره بالنسبه لنا اسمها الايماكس باسكاد. ايماكس كاد هي تركيبه عاليه الدقه عاليه الشفافيه، بتدي جمال رائع جدا وفي نفس الوقت صلابه نقدر نستعملها مع الضروس الخلفيه او الاسنان الاماميه، بتدي شكل فوق الجميل وقوه رهيبه. بجانب الزيركونيوم المشهور طبعا في حاجه اسمها الهايبريد سيراميك. الهايبريد سيراميك ببساطه هي نوع من انواع السيراميك خلطوه مع نوع من انواع الكومبوزيت ضمن شكل من اشكال التركيبات. التركيبات دي عاليه المرونه وفي نفس الوقت قويه جدا، ما بتحسسش الواحد ان هو عامل تركيبه في بقه، بالعكس هي بتبقى يعني زي ما بنقول طريه شويه. التركيبه دي جميله جدا، ينصح انها تستعمل فوق الزراعات بصفه عامه. التركيبات بصفه عامه الكات كام بحر واسع، لكن دي اشهر الحاجات اللي حبيت ان انا اوضحها لكم بجانب التركيبات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده.